بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم اللاعب بطل الكويت وبطل العالم فهد طعم الشمري. طبعا بدايتي المسيرية في هذه الرياضة كانت 15/6/2003 في إحدى المعاهد الخاصة في الجهراء، وأمارس هذه اللعبة إلى يومنا هذا. الحمد لله حاصل على ما يقارب 50 ميدالية ذهبية في الكيك بوكسينج وعدة ميداليات ملونة، ولي مشاركات خارجية مع المنتخب. عندي خامس أولمبياد آسيا مصقرة، وعندي ميداليتين آسيويتين في الكيك بوكسينج. والتحقت في نادي السالمية للملاكمة تحت إشراف الكابتن صلاح والكابتن عادل الحربي عام 2009، والحمد لله يعني حصلت عدة ميداليات ذهبية وعدة ميداليات ملونة. حصلت على بطولة الخليج للملاكمة. طبعا لاعب محترفين في لعبة الكي 1 والماي تاي. في رصيدي 6 مباريات، 4 فوز و2 خسارة. وآخر بطولة طبعا مثل ما أنت شايف في منظمة XFC المنظمة الإيطالية، كانت من أقوى المنظمات عالميا، وفي أقوى المنظمات اللي أنا لعبت فيها هذه اللعبة. طبعا لعبت تحت أسلوب الماي تاي تحت وزن 75 قدام اللاعب الإيطالي صاحب الأرض والجمهور، وكان صاحب اللقب نفسه. طبعا لو خيروني بين جميع الألقاب وهذا اللقب لاخترت هذا اللقب. تسألني ليش؟ يعني كان مميز جدا هذا اللقب عندي، يعني الرحلة لحالها قصة، ما بالك اللقب نفسه. فالحمد لله يعني توجت بهذا اللقب، يعني وأنا كنت الخليج العربي الوحيد بين 9 دول أوروبية، ولله الحمد يعني توجت بهذا اللقب في الضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى. طبعا أنا أهدي هذا الفوز إلى صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وولي عهده، وأهديه إلى الشعب الكويتي كافة، وأهديه إلى الأهل والأصحاب والوالدين وكل إنسان عزيز على قلبي. وطبعا أهديه إلى كل اللاعبين الأبطال في الكويت وخارج الكويت، ولا أصغر لاعب إلى أكبر مدرب على هذا الوجه. طبعا حاب أشكر الكابتن حسن القائدي وأبي الروحي ومدربي إلى يومنا هذا. طبعا أشكر أبطال فريقي معهد سبورتايم ناين سيركت، الفريق الذهبي، وجه لهم تحية من هذا المنبر. ووجه شكر إلى الراعي الرسمي السيد أحمد الحافظ على رعايته لي في هذه البطولة في عقد يمتد إلى 5 سنوات قادمة. وحاب أشكر الاستضافة الجميلة من جريدة الأنباء اللي مهي غريبة عليهم على دعم الأبطال الرياضيين في الكويت. فشكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء الطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.